ينقذ الخطيب المعروف سيد جاسم الطويرجاوي تسموه الكربلائي، ما يدري خطيب معروف من خطباء كربلاء القدماء، ينقل أنا سمعتها من فمه والسيد حي يرزق، وبإمكان كل إنسان عنده تليفون الليلة يتصل بي ويتأكد من فم السيد ملاحظ. يقول لما كنت أقرأ في كربلاء ليالي الجمع، ليلة من الليالي جيت إلى صحن قمر بني هاشم يقرأ بالحسين ويجي إلى حرم العباس يزور، يقول شفت الحرم مخبوس، حرم العباس صلوات الله وسلامه عليه. سألت عن الخبر قالوا حج فلان حج عباس، ما أدري الكربلائيين يعرفوه، هو معروف يجيب اسمه. قالوا له هذا صعد ملاحظ فد مكان عالي في حرم العباس سلام الله عليه بيه فد شمعة محترقة يريد يبدل هذه الشمعة، وسقط من ذاك المكان العالي على الأرض وانتشر حتى دماغه على الأرض. وهذا أخذوه إلى المستشفى والناس متحيرة وكذا. يقول حقيقة أنا هم متأذيت لأن هذا الحج أعرفه وكان يخدم حقيقة العباس صلوات الله وسلامه عليه وحرم العباس خدمة مباركة. ويقول أنا اتصلت بالمستشفى قالوا لي سيدنا هذا توفى انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذا وصلنا له دماغه ملاحظ منتثر وراسه منتهي وما باقي به شيء، يعني المكان مرتفع عالي جدا ارتفاع شاهق، وسقط من ذلك المكان وانتقل إلى رحمة الله. يقول أنا متأذيت حقيقة. يقول ثاني يوم الصبح يتصل بي شخص قال لي سيد فلان رجعت للحياة وأنا الآن جيت منه من المستشفى وشفته يشرب حليب وكذا. يقول أنا قلت له أنت تتمازح من الصباح معي؟ قال لي والله وجدك رسول الله أنا ما أتمازح. قلت له أنا ما أصدق إلا اتصل بالمستشفى. يقول اتصلت بالمستشفى قالوا لي سبحان الله روحه رجعت إليه والحياة عادت إليه. السيد يقول أنا هم جيت لزيارته وجدته نائم على سرير ملاحظ، سلمت عليه يعني بالقوة يتكلم. يقول قلت له شلون انت رجعت لك الحياة؟ البارحة قالوا لي ميت، اليوم قالوا لي رجعت له الحياة، فهمني. هذا يقول ظل ينقل لي السيد ينقل ملاحظ. يقول قال لي اعلم يا سيد انا لما اسقطت بعد ما احس بشيء، انتهى كل شيء وكأنه روحي خرجت من جسدي وجابوني الى المستشفى، احس انا بالمستشفى بس ما ادري انا في حالة حياة في حالة موت، فاقد ما ادري باي عالم انا يا سيد. واجاني فشخص اسود ظل يضربني على راسي، ما ادري منه هذا. لما ضربني مرة مرتين انا كنت اتأذى واصيح دخيلك يا ابا الفضل، الله دخيلك يا ابا الفضل. يقول له واذا بفارس دخل بالمستشفى قال له لا الضربة على راسه، هذا راس متأذي مثل راسها، الله أكبر. يقول لي يا سيد ومسح على رأسي وأنا الآن بخير ببركة قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. ملاحظ أأكد وأقول السيد موجود وبإمكانكم الاتصال الليلة به حتى تشوفون هالكرامة اللي رآها بعينه لقمر بني هاشم صلوات الله وسلامه.